صباح الخير. دايما فكرة آه، الانسحاب والتخلي دايما تبقى فكرة سلبية جدا، ودايما بتتصدر في المجتمع وفي السوشيال ميديا ان الانسان اللي بينسحب ويتخلى عن بعض افكاره ومشاريعه ده انسان فاشل. طيب، بصوا يا جماعة، في بعض الاحيان الانسحاب التخلي ده بيكون خيار استراتيجي، ممكن يكون افضل خيار ليك. فلازم حضرتك تعيد تفكير في الموضوع. لو انت بدأت في مشروع او فكرة او علاقة واكتشفت ان هي لا تصلح ليك لاسباب كتير انا هقول لك عليها دلوقتي، اسباب وجيهة تخليك تنسحب من العلاقة دي، ما تخليش الفكرة السلبية دي تسيطر عليك. بص، في نظرية بيسموها ايه، ديد هورس ثيوري، اللي هي ايه، تخيل كده ان انت حضرتك عندك حصان وعايز تنتقل من مدينة لمدينة، فركبت الحصان وفي وسط الصحراء الحصان ده مات. فالإنسان العاقل هيسيب الحصان ويشوف وسيلة تانية يمشي بقى على رجله، ويشوف جمل، يشوف حصان غيره. المهم إن هو يسيب الحصان اللي ميت دوت ويدور على وسيلة تانية. الإنسان اللي مش العاقل هتلاقيه عمال بيضرب في الحصان، يمكن يصحى أو يجيب له دكتور بيطري يديله حقن علشان الحصان يصحى تاني من الموت بتاعه. فدي فكرة مش وجيهة، فكرة مش عاقلة. فأنت لازم في لحظة ما تبقى عارف كويس إمتى تترجل عن حصانك الميت. طيب، انت حضرتك لو بدأت مثلا مشروع او فكرة او علاقة، امتى في لحظة ما تقرر او يكون خيارك الاستراتيجي ان انت تنسحب؟ بص، لو انت الموضوع اللي انت داخل فيه او المشروع اللي انت داخل فيه اكتشفت بعد فترة انه مش متوافق مع مبادئك، مع توجهاتك، مع قيمك، فمش من العقل ان انت تغير مبادئك وقيمك وتوجهاتك علشان تتوافق مع العلاقه دي او مع المشروع دوت. طبعا انا مفترض ان قيمك ومبادئك دي حاجه سليمه وقويه ولا تشوبها شائبه، لان ممكن انسان يبقى عنده قيم ومبادئ فيها بعض المشاكل عايز تظبط. لا، انا متخيل ان انت قيمك ومبادئك لا غبار عليهم وحاجه كويسه بالنسبه لك، فانت مش المفترض ان انت تغير قيمك ومبادئك علشان تتوافق مع المشروع دوت. تخلى عن المشروع دوت فورا. طيب، تاني حاجه، لو المشروع اللي انت دخلت فيه او العلاقه اللي انت دخلت فيها دي لا تلبي التوقعات، انت عملت دراسه جدوى قبل ما تدخل المشروع ومفترض ان في توقعات معينه، في مكاسب هتجيلك ما، فبعد فتره اكتشفت لا، ان دراسه الجدوى دي كانت الارقام فيها كانت متفائله جدا، وان الواقع بيكذب كل الارقام دي. ففي اللحظه دي حضرتك بعد ما بذلت مجهود طبعا ودرست الموضوع كويس، تخلى عن فكرتك دي بكل اريحيه وبدون اي مشاكل. طيب، ثالث حاجه، بعد مثلا من ضمن الاسباب، بدأت حضرتك مشروع واكتشفت انه تسبب في مشاكل اكتر بكتير مما كنت متوقع. بذلت حضرتك مجهود ان انت تعرف اصل المشكلة وتحلها، بس المشاكل عمالة بتزيد. فانت في اللحظة دي لازم تاخد قرار استراتيجي وتقلل الخسائر المستقبلية، وتاخد وتقف وتعمل حد للموضوع دوت وتتخلى وتنسحب عنه. ده برضو من ضمن الاسباب. برضو من ضمن الاسباب ان انت بعد فترة اكتشفت ان في فرصة بديلة افضل، في فرصه بعد ما انت بدات مشروعك ده، لا، في مشروع احسن وافضل ان انا استثمر فيه، افضل من دوت. في حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله. لازم تحسبها. لازم تشوف انت لو استثمرت، لان احنا مواردنا محدوده، انت وقتك محدود، فلوسك محدوده، مجهودك محدود، فلازم تعرف توزعه بطريقه مظبوطه وتستثمره بطريقه مظبوطه. فبيكون في فرصه بتظهر لك افضل من اللي انت ماشي فيها دي، فدي فرصه كويسه جدا ان انت تاخد قرار استراتيجي بالتخلي عن المشروع او الفكره او العلاقه اللي انت ماشي فيها دلوقتي. طيب، اولوياتك برضو من ضمن الاسباب. انت بدات مشروع او فكره او علاقه وكان عندك اولويات ما مترتبه بطريقه ما، بعد سنه سنتين اكتشفت ان اولوياتك اتغيرت لاسباب. احنا طريقه تفكيرنا بتتغير، انت كل ما بتكبر في السن طريقه تفكيرك بتتغير واولوياتك بتتغير، ميولك بتتغير. فممكن في لحظه ما لا، انت مش هتنك مكمل في حاجه او قرار انت خدته من سنتين ثلاثه وانت اتغيرت تماما. فدي لحظه برضو من اللحظات اللي ممكن يكون الانسحاب تخلي قرار استراتيجي. برضو من ضمن الاسباب ان انت بعد فتره انت حاسس ومش شايف نفسك ان انت مكمل في الموضوع ده، مش متخيل ان انت هتقضي طول عمرك في المشروع دوت، لا، حاسس لا انا مش عايز اكمل في دوت.
والموضوع ضاغط عليك نفسيا، لا خلاص تخلى عن الموضوع ده وشوف حاجه انت تقدر تستثمر فيها وتكمل فيها لسنين وسنين وسنين. تمام. برضه في لحظه ما انت بتبقى متخيل او عايز توجه كل طاقتك وتفكيرك وتركيزك على مواضيع ما، فتخلى عن فكرتك دي او مشروعك دوت علشان تعيد تركيز قوار وتفكيرك على حاجه، موضوع اهم مفيد. بصوا يا جماعه، فكره التخلي دايما هتلاقي فيه حاجتين دايما بيشدوك لورا ان انت تتخلى عن فكرتك او ان انت تنسحب من الموضوع ده. في حاجه اسمها السان كوست او الفلوس اللي غرقت. انت بذلت مجهود، وقت وفلوس، واللي انت بذلت الوقت والمجهود ده صعبانين عليك، دايما صعبان عليك ان انت تتخلى عن كل ده. لا، ده اعتبره حاجه اسمها سانك كوست، يعني فلوس غرقت، تكلفه غرقت ومش هترجع. ما تخليش ده يكون عائق ان انت تغير وتصحح المسار بتاعك. تاني حاجه ان انت بتبقى خايف من كلام الناس والايجو بتاعتك والانا بتاعتك، بتبقى خايف ان هي تتخدش والناس تقول عليك ان انت فاشل وانسحبت. يعني سيبك من الناس وكلام الناس، مش هينفعوك. انت ركز في اللي يصلح ليك وتاكد مليون في الميه ان انت التجربه اللي انت مشيت فيها دي انت اتعلمت منها ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكش، ايه اللي بيجيب مكاسب وايه اللي بيجيب خسائر. هي تجربه انت حضرتك دخلت فيها وطلعت منها بتجارب وبخبرات، هي هتكون افضل خيار ليك فيما بعد ان انت لما تيجي تدخل في مشروع تاني او علاقه تاني او فكره تانيه. هتبدا من مش هتبدا من الزيرو، لا خالص، انت بتبدا من خبره وخبرات متراكمه وافكار وتجارب انت عشتها، عشان بعد كده افكارك وقراراتك هتكون افضل واحسن وافضل. صباح الجميل، صباحكم جميل.